السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول، وهقولك ازاي بمكونات بسيطة هيفضل لونه ما يسودش لغاية اخر حباية. وكمان لو عايزة قوامه تقيل اقولك تعملي فيه ايه. يلا نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما احنا شايفين اللون هيطلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. اول حاجة هجيب الدماسة، هكون نقعة حوالي كوباية ونص من الفول. نقي الفولة البيضة، وكمان حاطة معاها حوالي نص كوباية من الحمص. تقدري تحطي الفول قد الحمص، يكون نص كمية، او الحمص يكون نص كمية الفول، او تلت الكمية براحتك. المسا بتاعتي هكون نقع الفول حوالي 4 ساعات، وبعد كده غسلته كويس جدا، يعني هصفي المية، وبعد كده هحطه بقى في الدماسة او في الفوالة. والحمص طبعا اللي هننقعه، يعني هننقع الفول والحمص مع بعض. بعد ما حطيتهم هجيب بقى حوالي ربع كوباية من العدس الأصفر، وهغسلهم وهحطهم، وكمان حوالي ربع كوباية من الفول المدشوش أو المقشور، هحطهم على الفول والحمص. يبقى أنا كده حطيت الفول والحمص ومعاهم فول مدشوش وعدس أصفر. هجيب كمان ليمونة هغسلها كويس جدا وهحطها زي ما هي من غير ما افتحها او اي حاجة. وكمان طماطماية هعمل لها كده نغزتين بالسكينة كده وهحطها، بس برضو مش هقطعها. ليه بقى المكونين دول الليمون والطماطم؟ علشان بيلموا الأكسدة كلها اللي يخلوا الفول ما يسودش. وهنزل عليه مية سخنة لغاية العلامة اللي هي بتاعة الرقبة بتاعة الدماسة دي، وهروح أحطه على النار. هقلب بقى كده شوية وههزه علشان المية تنزل تحت، ما يكونش الفول يعني لازق في قاع الدماسة. لازم اقلبه كده عشان المية تنزل تحت. هولع بقى النار، هسيبه مكشوف لغاية ما يغلي. ولما يغلي هشيل من على وشه الريم اللي هيطلع. وبعد ما شلت كل الريم اللي على الوش بالشكل ده، هجيب ربع كوباية من زيت الزيتون، كوباية من كوبايات الشاي الصغيرة. ربع كوباية واحطها على المكونات دي كلها. وبعدين هجيب معلقة صغيرة ممسوحة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الكركم. البابريكا هنا ما تصورتش، لكن انا حطيت معلقة صغيرة ممسوحة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الكركم، وده هيعادل لي اللون. كمان هجيب الكنكة بتاعة الشاي واحط فيها مية سخنة من الكتل، وهحطها على الفوالة من فوق، وهغطيها بغطا الدماسة علشان كل الفول لما يحتاج مية بزود من الكنكة بتاعة المية دي، علشان ما ينفعش ازود مية باردة ابدا. بعد ما غلى بقى ههدي عليه النار جدا، هخليها شمعة. في لسه مكون تاني هنحطه بس مش دلوقتي، وكمان هقول لكم ازاي لو انتوا حابين الفول يكون القوام بتاعه تقيل هقولك تعملي ايه. وزي ما احنا شايفين كده، كل ما الفول المية بتاعته بتقل بزود من مية الكنكة اللي هي فوق الفوالة. وزي ما قلتلك تخلي النار زي الشمعة، يعني ضعيفة جدا. هيفضل حوالي تقريبا 6 ساعات. هنا بقى هحط معلقة من الصلصة البيتي، بس مش من الصلصة الجاهزة لأنها هتخليه أحمر جدا. الصلصة البيتي هادية، مش قوية، مش قوية اللون ومش سميكة جدا. علشان كده هنفضل ان احنا نحط معلقة من الصلصة البيتي اللي بنعملها في البيت. لو انت حابة تقيل بقى هتعملي ايه؟ هتقلبي في الوقت ده اللي هو قبل ما تنزليه بحوالي نص ساعة، بتقلبي معلقتين دقيق في نص كوباية مية او ربع كوباية مية، وبتضيفيها للفول، وتكمل بقى النص ساعة السوا دي وهو على النار. لكن انا هنا ما حطيتش دقيق، انا حابة قوامه كده كويس جدا. شايفين القوام عامل ازاي؟ القوام كده جميل جدا، خاصة بقى لما نطلعه في الطبق ونهرسه بيكون خلاص المية اللي في الفول دي بتبقى على قد الفول نفسه لما بتيجي معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اللون جميل جدا وبيفضل لآخر حباية وهو بنفس درجة اللون دي. يعني اللون مش هيطلع معاكي اصفر بسبب الكركم، ولا هيطلع معاكي احمر جدا، نفس اللون اللي انت بتشتريه من بره. وطبعا كمان زي ما انتم شايفين اكيد احلى بكتير، لان اللي احنا بنشتريه من بره بيكون مسود شويه. لكن شايفين هنا درجة اللون عاملة ازاي. بتعملي بقى اكياس وبتعينيها في الفريزر، واللي انت بتستخدميه بتحطيه في علبة وتسيبيه على الرف، يعني حوالي 3 ايام. بعد كده بتطلعي الكيس وتسيبيه يفك وتحطيه برضو في علبة.
زي ما قلت لك ما تقلقيش لو فضل معاكي فتره سواء في الفريزر او في التلاجة على الرف مش هيسود منك خالص. احنا حاطين معاه المواد اللي هي بتمنع الاكسده اللي هي الطماطم والليمون، وكمان بتحافظ على لونه زي الكركم والبابريكا المكونات اللي احنا حاطينها والعدس، وكل المكونات دي مظبوطه جدا. اعمليه بنفس الطريقه وبنفس المكونات اللي انا حطيتها، وهتلاقيه مش هيسود معاكي وهيفضل بالدرجه دي لاخر حبه. وكمان الزيت اللي حطيته ده بيساعد على السوى، بيخلي السوى بتاعه مظبوط جدا، وبيخلي الفول زي الزبدة. بتفرق قوي ربع كوباية الزيت اللي حطيتها دي. يلا بقى جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك او سبسكرايب لسفرة ايدي. سلام عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.